بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من سار سيرهم وسلك سبيلهم إلى يوم الدين. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وقنا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا واهدنا إلى صراطك المستقيم. أيها الإخوة الأفاضل، أيتها الأخوات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في البداية وفي أول تعليق على النتائج المعلن عنها بصفة من طرف السلطة المستقلة، أود أن أشكر جميع الذين رفضوا هذا الدستور الذي وضعه تيار علماني متغرم ذا نزعة استئصالية، والذي جاء كما بينا مرارا في تسجيلات متعددة خلال كل ما سمي بالحملة من أجل الاستفتاء على الدستور، أن هذا الدستور الموضوع متنوع في الخطر ومتنوع في الضرر الذي يريد أصحابه أن يلحقوه بأجيال هذا الشعب وأجيال هذه الأمة. رأينا أنه يشكل خطرا على الدين، خطرا على الوحدة الوطنية، خطرا على السيادة الوطنية، خطرا على الحقوق والحريات، خطرا على الديمقراطية نفسها، لأنه لم يحترم مبدأ الفصل بين السلطات، لما لم يحترم التوازن في الصلاحية بين السلطات. خطر على حقوق الشعب المتعددة والمتنوعة، ولا سيما خطر على حقه في السلطة، خطر على حقه في الثروة، خطر على حقه في الرقابة على أعمال السلطة، إلى غير ذلك من أنواع الخطر وأنواع الضرر الذي كان يتسبب فيما لو اعتمد. والحمد لله في الشعب الجزائري برهن على أنه على درجة من الوعي، وأنه مدرك لما يجب عليه أن يتخذه من موقف إزاء الخطر الذي يتهدده والضرر الذي يراد إلحاقه به، يراد من طرف الواضع طبعا هذا المشروع إلحاقه به. فنسبة 87% من الشعب الجزائري التي رفضت هذا الدستور، سواء رفضته بالتصويت بلا أو رفضته بمقاطعة هذا الاستفتاء من حيث الأصل، إنما كلهم يعتبرون رافضين لهذا الدستور، لأنهم أدركوا حجم الضرر والخطر الذي يشكله عليهم. ولذلك فهم يستحقون الشكر والثناء، وأشكرهم وأدعو الله أن يتقبل منهم رفضهم لهذا الدستور لما فيه من أضرار كما قلت ومخاطر. وهذه 87% فيها أيضا بالمناسبة أشير فيها مقاطعة هامة من مقاطعات هذا الوطن المفدى، وهي منطقة القبائل التي رفضت الاستفتاء بالكلية. فهي كذلك داخلة في ثنائنا وشكرنا، لأنها داخلة ضمن النسبة الكبرى، نسبة الرفض لهذا الدستور، وهي نسبة 87%. والمطلوب الآن من النظام القائم، المطلوب منه أمرين أساسيين. الأمر الأول هو إلغاء هذا الدستور، لأن الشعب رفضه. إذا كنتم أيتها النخب النافذة، إذا كنتم تتشدقون بالديمقراطية وتزعمون أنكم تتمسكون بها، فأنا أخاطبكم بما تدعونه. فإلزام الطرف بما ألزم به نفسه هذا أمر مطلوب ومنطق وواجب يقرره الشرع ويقرره المنطق ويدعو إليه العقل وما إلى ذلك. أنتم تقولون بأنكم تريدون ديمقراطية. الديمقراطية تقوم على احترام رأي الأغلبية، على كون الأغلبية محكمة، وأغلبية الشعب الجزائري بنسبة تفوق الثلثين، أي قرابة 3/4، لا أكثر من 3/4
أكثر من 3/4 الشعب الجزائري 87% أكثر من 3/4 الشعب الجزائري رافضين لهذا الدستور. فإذا احترام الأغلبية، احترام السواد الأعظم يقتضي بالضرورة إلغاء هذا الدستور. هذا الدستور صار الآن في خبر كان لا قيمة له، ولا يقبل مطلقا التمسك به. واحذروا الكذب على الناس على أنه صوتوا لصالح الدستور 66%. 66% من أي نسبة؟ من أي نسبة؟ ماذا تمثل 66% الذين قالوا نعم ضمن الكتلة الناخبة؟ هذه لا تمثل إلا 13% ضمن الكتلة الناخبة، 13% فقط، 13%، لا تنسوا هذا الرقم. أما 87% فهي رافضة، فاحترموا 87% وقوموا بإلغاء ما ألغاه الشعب الجزائري، بإلغاء ما ألغاه الشعب الجزائري. وظيفتكم هي مجرد استجابة لإرادة الأغلبية ونزول عند قرار الأغلبية الرافض لهذا الدستور. الأمر الثاني هو أن يصار مستقبلا إلى تشكيل لجنة متوازنة، لأنه من أهم الأخطاء التي وقع فيها نظام الحكم غداة تشكيله لهذه اللجنة هو إصراره أن تكون هذه اللجنة ممثلة لتيار واحد، وهو التيار العلماني ذا النزعة الاستئصالية. فهل التيار العلماني ذا النزعة الاستئصالية يمثل الشعب الجزائري؟ قلنا لكم يومها لا يمثل الشعب الجزائري، قلنا لكم هذا تيار لا يمثل إلا أقلية قليلة داخل المجتمع الجزائري. وما أردتم الاستماع لأقوالنا، دعونا هذه النخب النافذة لكي تشكل لجنة متوازنة، دعوناها لاحقا لكي تشكل لجنة أخرى متوازنة تستقبل المقترحات، وهي من يدرس المقترحات ويقدم الصياغة النهائية للمشروع. لكنهم رفضوا الاستماع لكل هذه الدعوات ولكل هذه المقترحات. اليوم وجب عليكم إلغاء هذا الدستور من جهة، والذهاب مستقبلا لتشكيل لجنة متوازنة فيها تمثيل لجميع شرائح المجتمع الجزائري. وتلك اللجنة هي التي تفتح حوارا فيما بينها لوضع مشروع دستور يتأسس على احترام مرجعية الشعب، كما تفعل جميع الدول التي تحترم شعوبها. احترام مرجعية الشعب بدءا بالمرجعية الشرعية، مرورا بالمرجعية الثقافية والتاريخية والحضارية، وصولا بعد ذلك إلى أن يكون هذا الدستور قادرا فعلا على تسيير الوفاء لثورة أول نوفمبر أولا، والوفاء لثورة 22 فبراير 2019 ثانيا، وثالثا يكون قادرا بعد ذلك على تحقيق آمال وتطلعات الشعب المشروعة في الميادين الحياة المختلفة، في ميادين الحياة المختلفة، أقول وأكرر، في ميادين الحياة المختلفة. هذا هو المطلوب. وأي عمل خلاف هذا لا يفسر إلا أنه إصرار على ظلم الشعب، وإصرار على خيانة الشعب، وإصرار على أن تظل السلطة منفصلة عن الشعب، بمعنى أن يظل حالة التصارع إذا جاز التعبير والاختلاف وقائم بين الشعب والسلطة. وهذا طبعا يقود إلى يكرس ظاهرة بالغة الخطورة من الناحية الاجتماعية، وهي انفصال السلطة عن الشعب. وانفصال السلطة عن الشعب هو مرض خطير يتسبب في فشل جميع مشاريع التنمية في ميادين الحياة المختلفة. يبقي البلد في حالة ضعف، بل يسير به من ضعف إلى آخر، ويجعل هذا البلد بعد ذلك له القابلية لكي يستغل من أي قوة خارجية، قابلية لكي يستعمر من أي قوة خارجية، القابلية من أجل أن يكون تبعية مهينة وذليلة وما إلى ذلك لأي قوة خارجية. إذن اتقوا الله سبحانه عز وجل في أنفسكم، ولا تكذبوا على هذا الشعب، ولا تخونوا هذا الشعب، ولا تظلموا هذا الشعب. اتقوا الله، فقوموا بإلغاء النتائج استجابة لرأي الأغلبية الموصوفة بالشعب الجزائري، أغلبية 87%، ثم حضروا في المستقبل للجنة متوازنة حقيقية. هذا الذي أتمناه، وهذا الذي أدعو إليه، وهذا الذي ندعو إليه هو أقل ما يجب أن يكون، وأقل ما يجب أن نطالب به. لأنه لو أردت أن أرفع سقف المطالب لقلت كلاما آخر.
لقلت مثلا بضرورة ذهاب هذا النظام الذي رهن مصيره بهذا الدستور، وتحدث على أن هذا الدستور سوف يقيم له دولة جديدة، فإذا به هذا النظام، هذا الشعب يرفض دستوره بنسبة 87%. من رفض دستورك بنسبة 87%، ماذا بقي لك أن تقوله بعد ذلك لهذا الشعب؟ ما هي حجتك في أن تستمر في السلطة أصلا مثلا يعني؟ ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. الله من وراء القصد والهادي إلى صراط مستقيم. والسلام عليكم ورحمة الله.